امبارح ضابط طيار هجم على مستشفى إوسنا العام في المنوفية. كان معاه حالة تقريبا مراته كانت مطلوب تعمل سونار، والدكاترة كانوا في العمليات. طبعا هو ما ينفعش يستنى. الراجل الباشا مسك طقم التمريض ونزل فيه ضرب هو وقرايبه اللي معاه. لا، ومش ضرب بس بالإيد، ده كان فيه كرابيج. ده أنا مش عارف، ده عرباجي مش ضابط. وضرب طاقم التمريض بالكرابيج. وفي واحدة من الممرضات كانت حامل وسقطت من كتر الضرب، وواحدة تانية رجليها اتكسرت، ده غير التلفيات اللي حصلت في المستشفى. منتهى البلطجة، بالظبط زي ما بنقول: من آمن العقاب أساء التصرف. طبعا هو باشا، هو شاف نفسه باشا، ضابط يعمل اللي هو عايزه. دخل ضرب الناس كلها، ما هو لازم الدنيا كلها تفضله عشان خاطر سيادته. المهم ان هو بعد ما عمل اللي عمله زي ما انتم شايفين في الفيديو كده قدامكم، اللي تم القبض عليه وهيتحاكم محاكمة عسكرية لان هو ضابط. اتمنى الناس دي تاخد حقها وما تتنازلش، والا تبقى انتوا تستاهلوا اللي جرالكوا انتوا وغيركم. والمفروض القانون ياخد مجراه. المفروض واحد زي ده يعني ده يتحكم بتهمة شروع في قتل، مش بس ممارسة البلطجة والشغب. لا، ده في واعتداء كمان على موظفين، موظفين حكوميين أثناء تأدية عملهم. ده غير اللي قتل طفل في بطنها، ده شروع في قتل. وهي الأم نفسها كانت ممكن تموت من كتر الضرب مع الجنين اللي في بطنها. حاجة في منتهى السفالة والبلطجة وقلة الأدب. لكن إن شاء الله احنا مستنيين تحقيق النيابة وبيان النيابة العامة وبيان وزارة الصحة. عايزين نشوف هيحصل ايه معاهم، لأن لازم الموضوع ما يمرش على خير، ولا يبقى فيه تصالح، ولا أعتقد إن ينفع فيه تصالح أصلا. يعني حتى لو الناس أصحاب الحادثة تصالحوا، يعني المفروض الدولة نفسها ليها حق. ده مؤسسة حكومية، وزارة الصحة.